بص، في حاجات في الحياة كده محدش هيعلمها لك، انت هتكتشفها بنفسك. بس لما تكتشفها هتريحك بشكل كبير جدا. يعني مثلا العلاقة بتاعت لما حد يجي يقولك مليون جنيه وواحد تاني يقولك مليون جنيه بس. في هنا لغز خطير. المليون جنيه اتعاملت معاملتين مختلفتين. في الحقيقة انا كان عندي مشكلة في الموضوع ده، لان انا دايما لما ببص على حاجات حواليا وفكرة ان انا الاقي بوست على الفيسبوك مثلا بيبيع قصر ب 400 مليون جنيه وابقى مستغرب هو ممكن حد يدفع المبلغ ده، الاقي في الكومنتات تفاصيل تفاصيل تفاصيل. لا، ده احنا محتاجين نفهم بقى، محتاجين نعرف هو ايه العلاقة ما بين الفلوس والاشخاص. الموضوع كله يكمن في 3 حاجات: السعر والثمن والقيمة. لما تفهم ال3 حاجات دول هتلاقي نفسك انت وانت بتتعامل مثلا مع ال10,000 جنيه تعاملات مختلفة في ظروف مختلفة، فاهم؟ ولما تلاقي اللي حواليك بيتعاملوا مع ال100,000 جنيه ولا ال50,000 جنيه بشكل مختلف في ظروف مختلفة هتفهم. خلينا نبدأ بالسعر. السعر ده هو الرقم اللي بيتكتب على المنتج أو الخدمة، رقم مجرد ملوش علاقة بأي حاجة. يعني 1000 2000 5 10 مليون 10 مليون، ده رقم مكتوب على المنتج أو سعر تقديم الخدمة دي. لحد دلوقتي هو رقم مطلق. طيب لما يخش بقى حتة الثمن، ما هو الثمن؟ الثمن ده هو ايه الحاجة اللي انت هتبذلها عشان تحصل على هذا الرقم. بكل بساطة كده، انا راجل بشتغل يومي مثلا ب 500 جنيه، وواحد تاني بيشتغل وعنده بيزنس ويومه بيدخله مليون جنيه. اكيد احنا الاتنين مش هنبص لل10,000 جنيه بنفس الشكل. هو بيبص لها دقيقة في يومه وانا ببص لها شهر مثلا او شهرين. فقراراتي مع السعر اللي مكتوب على المنتج او على الخدمة هيختلف. يبقى دايما الثمن هو العلاقة ما بين السعر المجرد والشخص. احنا لسه ما دخلناش في اي حاجة. الرقم ده بالنسبة لك مناسب ولا مش مناسب؟ هتعمل مجهود قد ايه، او ايه الافورت اللي انت ممكن تعمله عشان تحصل على هذا الشيء. عشان كده دايما يقولك ايه، ده لا يقدر بثمن. دي برضو حتة من الحتت اللي احنا كنا محتاجين نفهمها. وحتة كمان وهي فكرة ان دايما مش التمن هو بس فكرة ان انت بتشتغل بكام وهكذا. لا، هو انا هبذل مجهود قد ايه عشان احصل على هذا الشيء. يعني مثلا لو الحاجة دي بتتباع في القاهرة ب1000 وبتتباع في اسكندرية ب800، السعر بيقول ان ارخص في اسكندرية، ولكن التمن والمجهود والعناء اللي هيحصل عشان تحصل على الحاجة دي لو ما فيهاش مثلا شحن وهكذا. عشان كده على فكرة موضوع الشحن ده سهل شوية في حتة التمن والسعر وخلى ان الدنيا قريبة من بعض. ولكن لو انت هتروح تجيبها وتيجي، في الغالب هتلاقي ان القاهرة ارخص مع ان نفس السعر. الحاجة التالتة بقى اللي هتربط ما بين السعر المجرد والشخص والمنتج، وهي القيمة. الحاجة دي بتقدم قيمة عاملة ازاي. وعلى فكرة مفيش شخصين القيمة اللي بتتقدم لهم من منتج او خدمة زي بعض. وده يفسر ان انا مثلا لما بروح للراجل بتاع العربيات وابقى انا واقف على سير معين العربية عطلانة عليه، والاقي السير ده مرمي عنده على الارض كده، واقول له انا محتاج السير ده جدا، يقول لي خده ببلاش. هو قيمته بالنسبة له قليلة، ولكن قيمته بالنسبة لي كتير وممكن ادفع فيه فلوس كتير. فدايما القيمة من اكبر محدداتها الاحتياج. لما جيت دورت وقعدت فكرت كده، لقيت ان مش لازم يكون القيمة معتمدة على الاحتياج. يعني مثلا ممكن القيمة دي تكون قيمة اثرية، قيمة عقائدية او اعتقادية. يعني مثلا لو حد جه قال لك ان في ازازة مية من الحنفية وازازة مية معدنية وازازة مية زمزم، التلاتة مية، بس في مية زمزم قيمتها بالنسبة لك اعلى لو انت مسلم. طب لو انا مش مسلم، قيمتها بالنسبه لي بقى زيها زي ميه الحنفيه او زي الميه المعدنيه. ليه القيمه هنا اختلفت؟ لان دخل في الموضوع فاكتور تاني، وهو المعتقد الديني او المعتقد العشائري. دي حاجه برضو من الحاجات اللي بتحدد قيمه الحاجه وتكبرها او تصغرها. لما دورت برضو تاني لقيت ان في ناس بتدور على الحاجات الاثريه. يعني الساعه دي كل ما تقدم كل ما سعرها يعلى. هي سعرها مش بيعلى، هي قيمتها بتعلى. فالثمن اللي انت محتاج تحصل عليه للقيمة دي هيعلى، فبالتالي الرقم اللي هيتكتب عليها هيبقى عالي. وعشان كده في ناس بتخش تزايد على حاجات انت بتبقى مستغرب جدا هو بيخش يدفع مليون جنيه ليه في حاجة زي كده، ولكن قيمة الحاجة دي بالنسبة له كبيرة جدا. لما تفهم ال3 حاجات دول هتلاقي معرفتك لنفسك اختلفت، ومعرفتك او بصتك للناس اللي حواليك وتعاملهم مع الفلوس مختلفة، لان كل واحد القيم عنده مختلفة والاثمان عنده مختلفة عشان يقدر يدفع الفلوس دي. وفي الاخر هيفرق معاك لو انت عندك خدمة او عندك بيزنس ان انت تقدر تعلي القيمة وتحط لها السعر المناسب وتارجت الناس المناسبة فيدفعوا ثمن قليل فيبقوا مبسوطين. حاجة كده صراحة هتكتشفها ومحدش هيقولها لك في المدارس، ولكن اتمنى تكون صائبة لانها ريحتني بشكل كبير جدا. ولو انتوا عندكم اي تعليقات ليها علاقة بالموضوع ده بدون خناقات اكتبوا لي في الكومنتات. وصباح الفل.